تزعلوش لو قالولكوا رحت ومرجعتش، اصل ظروفي حكمت عليا اني منفعتش، ضغط ألم يأس بس برضو مزهقتش، بس يا ترى بعد تعب هيقولوا معرفتش. ما تزعلوش لو قالولكوا رحت ومرجعتش، اصل ظروفي حكمت عليا اني منفعتش، ضغط ألم يأس بس برضو مزهقتش، بس يا ترى بعد تعب هيقولوا معرفتش. الحكاية هي لما تبص لنفسك في المراية، شايف مين وبنت بتصرخ وتقول ايد ورايا ايه مبسوط، وانت بتقول اختي صاحبي كانت معايا. ياه تفضل تقرب منها لحد ما توصل جنبها، ايدك تلمس ايديها، ايدك تلمس جسمها. فين رجولتك يا جدع لما تصرخ بقى على صوت الحقوني بتحرش بيا يا ناس ساعدوني. طبعا وانت ردك في ايه؟ ما جيتش جنبها، ضميرك مات قتلت انت جواك كل الحاجات. وبكلم مين وانت اصلا ما بقتش من البني ادمين، اصل الناس شايفينك عاملين مش شايفين. طب قولي ايه احساسك واختك في الشارع بس ساعتين، شايف نفسك عارفك عايز تدافع عن نفسك، يلا قول عارفك هتقول عليا عم شيوخ اليومين دول. بقولك ايه عايز اسألك سؤال وجاوبني عليه، لو كانت هي اختك كنت زمانك عملت ايه؟ فلاش باك ارجع لرشدك فكر في اللي وراك. ايوه انا عارف هتقولي الدنيا وزي ما انت شايف وانا هعمل ايه، ما هي كل الميديا برعاية السبك بيه. ضميرك مات قتلت انت جواك كل الحاجات، مش معقول حياتك كلها بقت متاهات. دينك فين ولا الشنق صورلك مفيش اموات، وهتعمل ايه وانت مقابل رب الكون وهتقول له ايه؟ ماشية بترقص مش حجاب، كل دي شوية اسباب، حتى خديجة لابسة نقاب ما اترحمتش من الاسباب. والاعذار الف في الكذب الف كتاب، رب الكون قال غض البصر في كل كتاب، انجيل توراة قرآن كريم رسل احباب رسالة الكون. احترم الست مهما تكون ام اخت بنت حبيب حتى تكون مهما تكون. ما تبصش لبنات الناس وافهم يا ابني الكلمتين، الاولى صح الرجولة والتانية غمض العين. ما تبصش لبنات الناس وافهم يا ابني الكلمتين، الاولى صح الرجولة والتانية غمض العين. القضية مش تحرش او عيال مشاكل، لوش القضية فينا احنا كل كلمة بالشتيمة، والعيال تحفظ بهيم واللسان ما بقاش يميز انضرب جزمة بقديمة. جوه الفيلم الف بوسة والمشهد واقع وحوسة، والبشر قاعدة تشوف والعقول زي الجاموسة، يعني ماتت الاخلاق والمصيبة كل راضي يبقى عايش بالوباء. حتى في الاعلام تلاقي الف حاجة تبقى شاذ، علمت ابنك الخيانة رميت فيه ذل ومهانة، والدين شخبطت عليه بالاشعار اللي قرفانة. التحرش من الشباب عنده داء الاكتئاب، وده فعلا نظام قديم والسؤال مالوش جواب. خلصت كلامي واسف لو كان مش مفهوم، يمكن امثالكم يكونوا رجاله في يوم بعد يوم. عاوزك تفهم اني شنبك خط اكيد معلوم، ولسه مصروفك من مامي هيفضل كل يوم.